مشكله بتقابلنا كتير وبتقابل تقريبا 90% من سيدات مصر. و90% من السيدات واكتر عندهم مشكله مع السمنه وبتاثر في حياتهم بشكل سلبي. احنا النهارده عاملين مبادره قويه جدا ندي لكل سيده فرصه ان هي تبتدي تفقد الوزن الزايد عندها وتعرف تطلع تتعامل مع المجتمع بشكل كويس جدا. اعرفكم على نفسي، معاكم كابتن ايناس، هيد كوتش في سنسيشن جيم، اكبر جيم سيدات في مصر. الجيم عامل مبادره قويه جدا مع قناه الحدث من خلال برنامج ادرينالين مع سماح. تعالوا معانا نعرف اراء المشتركات ونتعرف عليهم. أنا اسمي جوسي أبو الخير، 35 سنة. سما سعودي، عندي 19 سنة. اسمي ابتسام محمد موسى. رحمة خالد حمدي، 13. أماني أحمد سالم، 35. أسماء محمد، 38. مروة أحمد. اسمي دعاء منسي عبد العال. اسمي هبة محمد، 33 سنة. سلوى محمود، 36. اسمي إسراء مصطفى، عندي 20 سنة. مرفت أمين. هناء محمد. اسمي شروق سيد. نورة سيد. نادية محمد. بوسي صبحي، 45. أنا كنت عايشة برا مصر، ولما رجعت من فترة كنت شفت كذا جيم وتعاملت مع كذا جيم، بس مع الأسف ما كنتش باخد النتيجة اللي أنا عايزاها. وأنا لما لقيت المبادرة قلت أجرب، اتحمست جدا للأمانة لأني محتاجة أنزل شوية في وزني، فتحمست لفكرة المبادرة. كان ليا تجربة سيئة في إحدى الجيمات، وكان بوظولي جسمي ووزني وفي كل حاجة، فتحمست إن أنا أدخل المبادرة عشان أوصل لوزن كويس وصحة أفضل. سمعت عن المبادرة وأنا كان عندي مشكلة صحية، عندي سكر، فجات لي فرصة إن أنا أشترك مع دكتور سماح، طبعا هي أخصائية أو دكتور تغذية علاجية، فكانت فرصة بالنسبة لي إن أنا أقدر أظبط معاها سكري وفي نفس الوقت أظبط جسمي وأظبط وزني. علشان صحابي كانوا بيتنمروا عليا هناك في المدرسة، وأنا ما كنتش بحب أروح، كمان المدرسين، فعشان كده أنا دخلت. يوصل ان انا يكون وزني حلو وشكلي كمان يكون احلى. جربت من فتره بس ما عملش معايا نتيجه، علشان عندي مشاكل صحيه في ركبتي، وعشان شكلي برضو مظهري. علشان صحتي، عايز تبقى صحتي افضل. انا مريضه غده، شايله الغده الدرقيه، وطبعا موضوع الخسسان ده بالنسبه لي بيبقى صعب شويه، فسمعت عن المبادره فدخلتها ان شاء الله علشان اظبط جسمي باذن الله معاكم. المبادرة كانت فكرتها بالنسبة لي جديدة، لأني أنا عملت ريجيمات قبل كده كتير، ويعني دائما ما كنتش بوصل للنتيجة، وغير اللي أنا عندي برضو مشكلة صحية في ركبتي، فعجبتني فكرة التنافس وإن يكون في تيم، يعني كلنا بنجتمع على هدف معين، وإن شاء الله هحقق الهدف اللي أنا عايزاه بإذن الله. دخلت المبادرة لأني ما كنتش أعرف إن في حاجة مبادرات النحافة، كنت دايما بشوف إن هي نزول الوزن فقط، فدلوقتي لما لقيتها فدخلت فيها علشان أزود وزني شوية وأبقى بصحة جيدة. عشان إنقاص الوزن وعايزة أخس وأقدر أتحرك وأخدم أولادي وكده يعني. عملت دايت كتير قوي وكنت بنزل للوزن اللي أنا عايزاه، بس كنت برجع أتخن تاني، وكمان كنت بتعب جدا وشفت تنمر كتير جدا من أهلي، فعشان كده أول ما شفت الإعلان بتاع المبادرة قلت لازم أشترك فيها. عشان مشاكل الصحية وعشان أبقى كويسة وكده وخس. لأن أنا عندي مشاكل صحية في ظهري، عندي غضروف، فكل ما بروح لكل أي دكتور بيقولي لازم إن أنا أخس، بس مش عارفة أعمل ده لوحدي في البيت. علشان أنزل لوزن كويس وصحتي تبقى كويسة. سمعت عن المبادرة في قناة الحدث، حبيت إن أشارك فيها. أنا كنت نازلة وزن قبل كده، بس حابة أعمل شيب لجسمي وأخلي جسمي أحلى وبصحة أحسن. من على التلفزيون شفت دكتور سماح، فحبيت اشترك في المبادرة عشان عندي مشاكل صحية، فلقيتها فرصة ليا عشان انا ظروفي ما تسمحش ان انا اخش المبادرة، فقلت ديت فرصة كويسة ان انا اظبط جسمي واظبط صحتي. شفت دكتور سماح على قناة حدث اليوم، حبيت ان انا اشترك معاها واكون يعني اظبط جسمي، وسن صغير ولاقيه جسمي عريض، فحابه ان انا اظبط جسمي. الجيم اللي جنب بيتي عرفت ان هو فيه مبادرة، وانا عندي مشاكل صحيه، ظهر وجعني وعندي غضروف، فلازم كل دكتور يقول لي لازم تخسي، فانا حبيت ان انا اجرب التجربه مع الدكتوره سماح. هو الجيم موجود في نفس المكان اللي انا ساكنه فيه، وعرفت ان هو عامل مبادره، فكلمت الدكتوره سماح
وهي استقبلت الموضوع بصدر رحب. عرفتها من على الفيسبوك، شفت دكتور سماح وعجبني جدا كلامها، خصوصا ان انا عندي مشكله كبيره جدا في ركبتي. كل دكتور بيقول لي ان انا لازم اخس ولازم علاج طبيعي، ولقيتها بصراحه فرصه كويسه في الظروف اللي احنا فيها علشان هي مجانا. انا شفتها في التلفزيون فحبيت ان انا اشارك مع الدكتوره سماح، لان انا حبيتها اصلا، هي كلامها حلو يعني يشجع الواحد ان هو يعمل حاجه كويسه. مع سنسيشن جيم ومع ادرينالين اكيد هنكون قادرين. دي الجولة الأولى بتاعتنا، استنونا في جولات تانية كتير هنتابع من خلالها البطلات اللي موجودين معانا، ومعانا هقولك مش هتخسري.